هلو معاكم سارة صقر، ودي سر الأكلة. معلقة واحدة بس من توابل سر الأكلة بتاعتنا هتودي أكلكم في حتة تانية خالص وريحته هتجيب آخر الشارع. تعالوا بينا نشوف عملناها ازاي مع بعض. وعشان نعمل معانا توابل سر الأكلة هنحتاج معانا هنا الكزبرة، معانا كمان كبابة صيني وحبهان ورق لورا وشوية من البصل البودر والثوم البودر وكمان شوية من القرفة المطحونة أو الخشب، ومعانا كمان شوية من الكمون، شوية من الكزبرة والبابريكا وكمان الكاري والجنزبيل. الكميات بتاعة التتبيلة دي تقدروا ان انتوا تخلوا من كل نوع هنا معلقة كبيرة، ما عدا الثوم البودر والبصل البودر خليهم معلقتين، ومعانا كمان ورق لورا واللومي. وننزل بقى بكل التوابل اللي احنا قلناها بالشكل ده كده. هنزل الاول بالتوابل اللي هي الحصى. هنا التوابل اللي هي الحصى كده اتحمصت بالشكل ده كده وريحتها بدأت معانا تطلع على طول. ننزل بقى ايه بباقي التوابل او البهارات اللي هي المطحونة. بعد ما طحنا التوابل كويس جدا هنجيب عندنا هنا بقى ايه برطمان عشان نحتفظ بيهم. التحميصه اللي احنا عملناها لها عززت من الريحه بتاعه التوابل قوي اكتر لو انتوا حطيتوها على طول من غير ما انتوا تحمصوهم كده على النار. وبكده بقى معاكم توابل سر الاكله وسر الشيف. جربوها وما تنسوش تقولوا لي رايكم، وتجربوها كمان في كل اكلاتكم.